تعود في وسط الملعب الى صفاء هادي، صفاء يسيطر على الكره، صفاء ماشي، صفاء الى محمد كريم، محمد يلعبها عرضيه وكره خطره، حطها بالجول، ركله جزاء باليد، ولكن وين؟ ركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، مست الكره يد اللاعب، وركله جزاء للمنتخب العراقي بالدقيقه 52. ركله جزاء بالدقيقه 52. شوفوا الكره، لاحظ بالاعاده لمسه يد، وبالتالي الحكم يشير الى وجود ركله جزاء للمنتخب العراقي. ركله جزاء، ركله جزاء لمنتخب العراق. مازن يتقدم، يسجل الهدف الاول للمنتخب العراقي. الهدف الاول غيرها ولعبها على اليسار، غيرها ولعبها على اليسار، ويسجل الهدف الاول، ويسجل الهدف الاول بالدقيقه 53 من عمر المباراه. مازن فياض يسجل بالدقيقه 53 من عمر المباراه هدف المنتخب العراقي الاول بالدقيقه 53. مازن فياض من ركله جزاء يلعبها على يسار الحارس ويسجل الهدف الاول. برافو، برافو يا مازن، برافو يا مازن، كرة جميلة وهدف أول للمنتخب العراقي. 1 ليوث الرافدين، لا شيء كوريا الشمالية. تنقطع محمد، جاسم محمد، أمير، حلوة إلى جاسم محمد، جاسم محمد عقله إلى أمير، أمير حول، تحويلة خطرة، هي جول، جول 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 وليد كريم، وليد كريم. هسه كنا نقول سجلوا هدف امان واطمئنان وخلصوها، سجلوا هدف امان واطمئنان وخلصوها. ووليد كريم يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 63 من عمر المباراة. اليوم الدقيقة 53، الدقيقة 63، وان شاء الله الثالث بالدقيقة 73. هدفين لمنتخب العراق، لا شيء لمنتخب كوريا الشمالية. وليد يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الإمارات. كرة جميلة وهدف أمان واطمئنان للمنتخب العراقي. كيم كوانغ هوك يحاول يمر، يلعبها قصيرة، تنقطع من جاسم محمد. جاسم مرة أخرى هات وخذ، يسيطر عليها جاسم، يتوغل جاسم، ماشي جاسم ماشي، شوف ذكي وما بيتسلل، الثالث وليد كريم يسجل الهدف الشخص الثاني والثالث إلى، ويتصدر قائمة الهدافين، يتصدر قائمة هدافي البطولة. كان راكان العنزي لاعب المنتخب السعودي يتصدر، الآن وليد كريم يتصدر قائمة الهدافين ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة 65 من عمر المباراة. 3 أهداف، ثلاثية عراقية نظيفة في شباك منتخب كوريا الشمالية. لاحظ الكرة، اللاعب ما كان بتسلل ويحولها، وما كان أناني علاء. هذا الملعب أرجعكم العام 2013 على نفس هذا الملعب. عام 2013 العراق فاز على السعودية 2-0. علي، كرة ملعوبة إلى صفاء، تنقطع وهجمة خطرة. هذه هو الرابع. لا يا أخي، اليوم أنت اليوم يعني على كل ما محبوب ياخذ، يتمركز تمركز سليم، لكن ما محبوب أن يسجل على عباس. 4 فرص كان ممكن أن يسجل منها على أقل تقدير هدفين. كرة عند اللاعب ياسر، تعود إلى علي حسين، تذهب الكرة إلى سيف حاتم. سيف يلعب الكرة طويلة وخطرة، هذه خطرة وجول، وأخيرا يا علاء بالدقيقة 79 يسجل علاء عباس الهدف الرابع. يعني ضاعت 1 2 3 4 وأخيرا
الكرة إلى داخل الشباك والهدف الرابع. برافو يا علاء، يلا اليوم كفيتوا ووفيتوا، قدمت أنت بالأخص مستوى جيد. شوف الكرات الطويلة، المنتخب الكوري في شوط المباراة الثاني دفاعه أصبح شوارع، وما استغلوا المنتخب العراقي العديد من الفرص. وهذه الكرة جميلة يلعبها بذكاء القائد علي عباس، ويسجل أول أهدافه بالبطولة والهدف الرابع للمنتخب العراقي. 4 أهداف لمنتخب العراق، لا شيء منتخب كوريا الشمالية.